افهم الرسالة صح. افهم الرسالة صح. فصص الرسالة، شوف اوبر بعتلك ايه وفصصه، واعرف انت هتشتغل على ايه وناوي تكمل على ايه وناوي تكمل مع اوبر ولا لا. بسم الله. في بداية الفيديو هندعي لاخواتنا في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرجع لهم اراضيهم، ونرجع نشوف تاني على الخريطة اسم فلسطين، ويبعد عنهم ولاد الهرمة اللي ما يتسموش. بقول لك ايه، كمل معايا الفيديو تاني عشان اكلمك في نقطتين مهمين جدا في مضمون الرسالة، تكملة للفيديو اللي فات اللي هو بتاع معدل القبول، عشان ما كنتش عايز اطول الفيديو عليك المرة اللي فاتت، فقلت اعمله لك على جزئين. طيب، كان من ضمن مضمون الرسالة اللي اوبر بعتته لك، فاوبر بتقول لحضرتك يا كابتن معدل قبولك دوت هيرتبط بالمستويات. يعني ايه هيرتبط بالمستويات؟ يعني حضرتك مش هتعرف تتنقل من المستوى الازرق للمستوى الذهبي الا عن طريق معدل قبولك للرحلات. مش تنفع تروح من الذهبي للبلاتيني، مش هينفع تروح من البلاتيني للماسي الا او استنادا الى معدل قبولك للرحلات. طب هم يحسبوها ازاي في الحته دي؟ هم ما حددوش. طب هل يعني مش هينفع اروح للمستوى دوت لو انا مثلا 50% اروح ولا 50% ما اروحش؟ برضك هم ما حددوش. هم كل اللي قالوه في الرساله، لان انا قريت الرساله واتفرجت على الفيديوهات الانجليزي، وبرضك يعني حتى الراجل هو بيشرح انجليزي هو برضك ما مفصص، يعني ما قالكش النسبه بتاعتك كام عشان تتنقل من مستوى لمستوى. انا ما شفتهاش. ممكن حد تاني لو عنده معلومه في الحته دي يخش يكتب لنا في الكومنت هو فهم ايه من الرساله. بس انا بقول لك اللي انا فهمته من الرساله او من الفيديو الانجليزي اللي هم حاطينه، ان انت معدل قبولك للرحلات دوت هيرتبط بالمستويات. ومش بس كده، لا ده حط لك العقده في المنشار. قال لك انك حضرتك يا كابتن معدل قبولك البونص اللي احنا بننزله لك يومي او اسبوعي حاليا مرتبط بمعدل قبولك للرحلات. يعني ايه الكلام ده يا اوبر؟ ده كلام كبير يا جماعه، ده كلام كبير قوي. فعشان كده احنا لازم نفهم مضمون الرساله، لازم نفهم احنا هنشتغل على ايه. فحضرتك دلوقتي، طب هل يا اوبر انا البونص انت تحسبها لي ازاي؟ على معدل قبولي ازاي؟ يعني هل مثلا انت النهارده انا عندي بونص، فانا النهارده معدل قبولي نزل مثلا لحد 20% وانا شغال على بونص، هل ترفعي البونص مني ولا هل مش هتنزلي لي بونص لتاني يوم؟ انت برضك ما حددتيش. بس هنعرف الكلام ده امتى؟ في بداية التشغيل من يوم الاثنين هنعرف ازاي البونص هيتحدد على معدل التقييم او معدل القبول، علشان هم ما حددوش في الرسالة. هو قال لك هيرتبط بيه، يعني البونص هيتحدد على معدل قبولك للرحلات. يعني ممكن مثلا لو معدل قبولك قليل هنزل لك مثلا 90 جنيه، هنزل لك 50 جنيه تشتغل عليهم، هنزل لك 80 جنيه تشتغل عليهم. ما هو برضك مش محدد نسبتك او نسبة قبولك للرحلات كام في المية علشان تتنقل للمستويات، وعلشان اعرف احدد لك البونص بتاعك. هو برضك سايبها عايمة. هو ممكن يكون سايبها عايمة، هيشوف رد فعل الناس ايه اثناء التشغيل يوم الاثنين. هل الناس اللي كانت بتشتغل هتفضل شغالة اوبر، ولا هل الناس ديت دماغها هتبتدي تفكر وتقول لا انا هروح لبرنامج تاني؟ بص، في المجال دوت الذكي اللي بيشتغل على كل البرامج. انا بقولها لك، سيبك مني، انا بشتغل على الاوبر بس الذكي لو انت جديد في المجال، الذكي اللي بيشتغل على كل البرامج، الذكي اللي ما يخليش صباعه تحت ضرس حد. لازم تشتغل على كل البرامج ولازم تفهم كل البرامج. طيب، البرنامجين اللي عندك في السوق اللي هم ما فيهمش نسبة بقى قبول ولا فيهم إلغاء ولا فيهم الكلام دوت، هو اندرايفر وديدي. فانت لازم حضرتك، انا اشتغلت اندرايفر وديدي وساعات بشتغل اندرايفر وديدي، فانا كده لو سبت اوبر او مش هشتغل اوبر هشتغل اندرايفر وديدي. بس انا عارف ان انا مش هعرف اشتغل اندرايفر وديدي زي ما بشتغل اوبر، لان اوبر الريكوست بيجي لي خالص مخلص. اندرايفر وديدي بيبقى نظام مزايدات، فانا هتعب فيه. بس مش مشكله، اكل العيش عايز كده. فانا لو اضطريت ان انا هروح للاندرايفر وديدي هروح، بس انا هشتغل وهفضل برضك على اوبر لحد ما اشوف دنيتي فيها ايه، وحد ما اشوف هل البونص هتترفع مني، هل هيبقى في بلوكات، بس هم برضك ما ذكروش بلوكات، هل المستويات هتقل. بس هو بيقول لك لو انت على نفس المستوى ما بتنزلش من المستوى بتاعك. لو تقييمك قل خالص وانت على نفس المستوى ما تنزلش الا بقى بعدها بشهر، اللي هو حددوا لك قال لك 12 مايو ممكن بقى المستويات هتبتدي تنزل. مش عارف، رسالة غامضة من اوبر، رسالة فيها نقط كتيرة قوي مش باينة ومش واضحة لناس كتير، وناس كتير هتوه. حبيت اوضح لك النقطتين دول عشان احطك في الصورة وانت في شغال ومتبقاش مشتت، وخليها على الله، ما تشتتش نفسك. انزل واشتغل
واسعى وقول يا رب الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، مش هتقف على برنامج ولا هتقف على اتنين ولا هتقف على تلاتة، ولو بطلنا نشتغل البرامج كلها ربك هييسر الأمور وهنشتغل بعربياتنا. هتشتغل في أي شركة مندوب، ممكن تنزل شركة اسمها بريك فاست تشتغل فيها 8 ساعات ولا 9 ساعات، تاخد لك مرتب مش أقل من 20,000 جنيه. ده مش إعلان ليها على فكرة، بس أنا بقول لك أنا في بدايل، في بدايل كتير، في بدايل كتير قوي ممكن تشتغلها بالعربية. فخلي بالك، فما تزعلش وما تقولش هي خربت هي باظت، هي خليها ماشية زي ما هي ماشية بستر ربنا، وإن شاء الله ربنا هيرزقنا وربنا هيكرمنا، لأن أكيد ربنا شايف وأكيد ربنا مقدر تعبك وسعيك اللي أنت تجيب لقمة حلال لأهل بيتك. فإن شاء الله اللي جاي خير. ما دام وصلت لحد هنا كالعادة وكالمعتاد تذكر الله وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة. سلام.